الناس ولا هتفتكر شكلك ولا فلوسك ولا هدومك، الناس هتفتكر حاجة واحدة بس، انت كنت ايه معاهم وكنت بتعاملهم ازاي. وخلي دايما اخلاقك هي عنوانك، علشان الاخلاق مش بتعبر عنك بس، لا والله الاخلاق بتكملك، لا هي اللي بتحدد احنا مين وهنوصل لايه. ممكن تبقى ناجح او غني او مشهور بس اخلاقك سيئة، الناس هتنساك بمجرد ما تمشي. لكن الكلمة الطيبة والامانة والاحترام تأكد ان هم بيعيشوا بعدك بسنين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالصادق الامين قبل ما يكون نبي. عارف ليه؟ لان الاخلاق هي اول رسالة. فكر دايما انت كنت ايه معاهم وكنت بتعاملهم ازاي، وخلي دايما اخلاقك هي عنوانك، علشان الاخلاق مش بتعبر عنك بس، لا والله الاخلاق بتكملك. الاخلاق مش اختيار، دي اساس كل حاجة. في زمن الكذب بقى فيه شطارة والغش غباء والصدق سذاجة، لازم نقف ونسأل نفسنا احنا رايحين على فين. الاخلاق مش حاجة كمالية،